يا سامعين الحكاوي، تعالوا واسمعوا حكاية منورة، حكاية من أعماق التاريخ، حكاية تجمع بين القداسة والبركة، حكاية رحلة العائلة المقدسة لأرض الكنانة. هذه الرحلة التي تحمل في طياتها الكثير من المعاني والدروس، رحلة مليئة بالتحديات والصعاب، لكنها أيضا مليئة بالأمل والإيمان. حكاية مليانة بركة ونور، حكاية محفورة في قلب التاريخ المصري. إنها حكاية لا تنسى، حكاية تروى من جيل إلى جيل، تحمل معها عبق الماضي وروعة الحاضر. تبدأ الحكاية من أرض فلسطين، من بيت لحم، حيث ولد السيد المسيح عليه السلام. في تلك الليلة المقدسة أضاء نور جديد في السماء، معلنا قدوم المخلص. رحلة شاقت خاضتها العائلة المقدسة، رحلة هروب من الظلم، رحلة بحث عن الأمان. عبروا الصحاري والجبال، تحملوا الجوع والعطش، لكنهم لم يفقدوا الأمل. مصر بكل حبها وكرمها فتحت أحضانها للعائلة المقدسة، وقدمت لهم الأمان والحماية. في تلك الأرض الطيبة وجدوا ملاذا آمنا، واستقبلهم أهلها بقلوب مفتوحة. رحلة تركت بصمتها على أرض الكنانة، بصمة لا تمحى، بصمة تظل شاهدة على عظمة تلك الرحلة. في كل زاوية من زوايا مصر تجد أثرا لتلك الرحلة المقدسة، رحلة محفورة في كل حجر وكل شجرة وكل كنيسة. إنها رحلة تتحدث عنها الأحجار والأشجار، رحلة ترويها الكنائس القديمة، رحلة تظل في الذاكرة إلى الأبد. في بيت لحم، حيث ولد السيد المسيح عليه السلام، كان الخوف يسيطر على الجميع. كانت الأجواء مشحونة بالتوتر والقلق، حيث انتشرت الأخبار عن ولادة طفل غير عادي. هذا الطفل الذي تحدثت عنه النبوءات القديمة كان من المتوقع أن يكون له تأثير كبير على مستقبل اليهود. النبأ وصل الملك هيرودس بميلاد طفل مميز، طفل تنبأ له المنجمون بأنه سيكون ملكا لليهود. كان هيرودس ملكا قاسيا، يخشى على عرشه من أي تهديد محتمل. عندما سمع عن هذا الطفل شعر بالقلق والريبة. كيف يمكن لطفل صغير أن يهدد حكمه؟ لكنه لم يكن مستعدا للمخاطرة. شعر هيرودس بالغيرة والتهديد، فأصدر أمرا قاسيا بقتل جميع الأطفال في بيت لحم. كان هذا القرار وحشيا، لكنه كان يعتقد أنه الطريقة الوحيدة لضمان بقائه في السلطة. الجنود انتشروا في كل مكان، ينفذون أوامره بلا رحمة. كانت الأمهات تبكي والأطفال يصرخون، لكن هيرودس لم يكن يهتم. رأيت في منامي ملاكا يحذرني من بطش هيرودس. كان الملاك مشعا بالنور، وصوته مليء بالحنان والتحذير. قال لي: قم وخذ الطفل وأمه وهرب إلى مصر، لأن هيرودس يبحث عن الطفل ليهلكه. لم أكن أستطيع تجاهل هذا التحذير، ويأمرني بالهرب إلى مصر. لم أتردد لحظة، بدأت في جمع أشيائنا بسرعة. كان الوقت ضيقا، وكان علينا أن نتحرك بسرعة قبل أن يصل الجنود. كانت زوجتي قلقة، لكنني طمأنتها بأننا سنكون بأمان. فأخذت زوجتي وابني الرضيع وهربنا تحت جنح الظلام. كانت الرحلة طويلة وشاقة، لكننا كنا مصممين على الوصول إلى مصر بأمان. كنا نتحرك بحذر، نتجنب الطرق الرئيسية ونختبئ في الظلال. كان الخوف يرافقنا في كل خطوة، لكن الأمل كان يضيء طريقنا. بقلوب مليئة بالخوف والأمل، كانت العائلة المقدسة تستعد لرحلة طويلة وشاقة. لم يكن من السهل عليهم ترك بيت لحم، المدينة التي شهدت ولادة الطفل يسوع. كانت مشاعرهم مختلطة بين الحزن على الفراق والأمل في مستقبل أفضل. غادرت العائلة المقدسة بيت لحم، تاركة وراءها كل ما هو مألوف. كانت مريم ويوسف يحملان الطفل يسوع بحذر، مدركين أن هذه الرحلة ستكون مليئة بالتحديات. تركوا خلفهم كل شيء، أهلهم، أصدقائهم، ومنازلهم. كانت لحظة الفراق مؤلمة، لكنهم كانوا يعلمون أن هذا هو الطريق الذي يجب أن يسلكوه. كل ما يهمهم الآن هو سلامة الطفل يسوع. كانت مريم ويوسف يشعران بالقلق على سلامته، لكنهما كانا مؤمنين بأن الله سيحميهم. كانت رحلة شاقة وطويلة، مليئة بالصعاب والمخاطر. لم يكن هناك طريق سهل، وكان عليهم السير لمسافات طويلة في ظروف قاسية.
سرنا على أقدامنا في الصحراء القاحلة تحت أشعة الشمس الحارقة. كانت الرمال تحرق أقدامنا والحرارة لا تطاق، لكننا كنا مصممين على الوصول إلى وجهتنا. لكن إيماننا بالله كان قويا، وكنا نعلم أن الله لن يتركنا. كان إيماننا هو ما يدفعنا للاستمرار رغم كل الصعاب، وكنا مستعدين لتحمل أي صعاب من أجل حماية ابننا. كانت مريم ويوسف يعملان معا كفريق واحد، متعاونين ومصممين على تجاوز كل العقبات. نعم، لم يكن لدينا خيار سوى المضي قدما رغم كل التحديات. كنا نعلم أن الله كان معنا في كل خطوة، يوجهنا ويحمي طفلنا، والله كان معنا في كل خطوة. كان حضوره يشعرنا بالأمان والطمأنينة ويمنحنا القوة لمواصلة الرحلة. كانت هذه الرحلة اختباراً لإيماننا، وكنا نعلم أن الله لن يخذلنا. بعد مسيرة طويلة وشاقة، وصلت العائلة المقدسة إلى أول محطة لهم في أرض الكنانة، تل بسطة. مدينة عريقة في التاريخ المصري، كانت مركزاً لعبادة القطط. هنا وجدت العائلة المقدسة الراحة والاستقبال الحافل من أهلها الطيبين. وفي تل بسطة حدث معجزة. يحكى أن السيد المسيح بقدرته الإلهية أحيا تمثالا مكسورا للإلهة باستت. أثار هذا الحدث دهشة الجميع، وزاد من إيمانهم بالطفل المعجزة. من تل بسطة أكملت العائلة المقدسة رحلتها نحو الجنوب، متجهين إلى مدينة سمنود. وهناك على ضفاف نهر النيل حدثت معجزة أخرى. يحكى أنني أثناء غسل ملابس الطفل يسوع سكبت الماء على الأرض، فانبثق من تلك البقعة نبع ماء عذب.